دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، هما الكاستمرز دول دماغهم لما بيجي يشتري برودكت، قبل ما ابدا بقى بالبرودكت هبدا بيهم هم بيدوروا على ايه؟ وليكن مثلا احنا دلوقتي مجموعه من الكاستمرز، كلنا معانا تليفونات، احنا كلنا معانا نفس التليفون، كلنا معانا نفس اللابتوب، طب كلنا معانا نفس العربيه، اذا احنا مختلفين. احنا بقى عايزين نتكلم عن اختلاف الاذواق اللي انت بتحكي عليه ده. لازم تحترف ما يسمى بالباينج موتيف. يعني ايه الباينج موتيف؟ اي عميل في الدنيا جاي يشتري منك برودكت بيبقى عنده موتيف معين، دافع معين عشان ياخد البرودكت ده. فاللي في عينك انت منتج، هو في عينه هو مش منتج، هو في عينه حل المشكله معينه وليه باينج موتيف معين بيدور عليه. حتى لو كان نفس البرودكت، نفس المنتج معاك، يتباع بطريقه واحده لكل الناس ولا يتباع بطرق مختلفه؟ ليه بطرق مختلفه؟ مش بتكلم على السوشيال ستايل دلوقتي اللي هي طريقتك انت، بتكلم على الفيتشرز اللي بتطلع من البرودكت عشان تلمس الشخص اللي قدامك، لازم تكون مختلفه، لان هو العميل اصلا مختلف. كل عميل بيبقى دريفن بموتيف معين بيدور فيه على الحاجه اللي هو جاي يشتريها. دورك بقى دلوقتي كسيلز مان تعمل ايه؟ تتبحر وتدخل جوه دماغهم وتعرف انت نفسك ليه اقتنيت المنتج ده بالتحديد؟ ليه جبت التليفون ده بالذات؟ ليه لما جيت تجيب تليفون تاني اخترت ده؟ ليه لما لبست لبس اشتريت البراند ده؟ لازم تفسر ده في اللي بيحصل حواليك. وبما ان الناس مختلفه فتعالى نفهم هم الناس بيدوروا على ايه في المنتج. ايه الباينج موتيفز الكومن المشتركه عند معظم انواع الكسب؟ اول باينج موتيف ممكن تخلي الواحد يشتري منتج هي الكواليتي بتاعت المنتج. الكواليتي بتاعته كويسه. في ناس كواليتي اورينتد، حتى لو سعر المنتج ده اغلى من غيره هيشتريه. يعني ايه كواليتي؟ الكواليتي يعني البرفورمانس بتاع البرودكت، اداؤه عامل ازاي. في ناس مش هيفرق معاها البرايس قد الكواليتي، طبعا، وهيشتري حتى لو غالي، بس هو شايف ان ده الكواليتي بتاعته عاليه جدا. بس السؤال المهم بقى، هل كل الناس كده؟ النوع الثاني من الناس ما بيدوروش على كواليتي، بيدور على السيفتي قبل الكواليتي. هو حضرتك لما تشتري تكييف تشتري ليه؟ عشان يبرد، صح؟ فالمنطقي الطبيعي ان البراند القوي اللي بيبرد يبقى ليه اولويه عندك كراجل بتشتري يعني. طب ايه رايك في اللي دخل يقارن بين تكييفين، واحد عليه ضمان سنه واحد عليه ضمان 5، وقرر يشتري اللي هو عليه ضمان 5 سنين علشان خوفه لو حصل فيه اي مشكله او اي حاجه في مينتننس وفي دعم فني وفي ده بيدور عليه. يعني الكاستمر بيدور احيانا على السيفتي قبل ما بيدور على الكواليتي.